الجزء الثاني من قصة الرحلة 914. رجعت بعد 37 سنة، بس اللي حصل بعد كده ورعب. تخيل رحلة طيران اختفت سنة 1955 وفجأة ترجع بعد 37 سنة والركاب لسه بنفس شكلهم. دي مش قصة فن، دي الرحلة 914. الطيارة ظهرت سنة 1992 فوق مطار في فنزويلا والبرج اتجنن. الطيار بيصرخ: احنا متأخرين على نيويورك بس الطقس ممتاز. المشكلة الرحلة دي أصلا اختفت من سنين واتقال إنها وقعت في المحيط. لما الطيارة هبطت الأمن دخل وتفاجئ إن كل الركاب لابسين لبس قديم وجوازاتهم من سنة 1955. والأغرب الساعة في قمرة القيادة لسه واقفة على نفس التاريخ اللي اختفوا فيه. وقبل ما حد يقدر يسأل أي سؤال الطيار صرخ وقال: لازم نمشي دلوقتي. شغل المحركات واختفى من الرادار تاني. لحد النهاردة محدش عارف كانت دي طيارة أشباح، فجوة زمنية، ولا في مؤامرة أكبر من اللي بنتخيلها. يا ريت تدعمنا بإعجاب ومتابعة أو اشتراك.